لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. حسمت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم في هوية الناخب الوطني الجديد الذي سيقود رفقاء رياض محرز. وبالرغم من أن بالماضي لم يفسخ عقده رسميا بسبب تعنثه ومطالبته بتعويضات إلى نهاية عقده، إلا أن الاتحادية التي رفضت منحه أكثر من 3 أشهر كتعويض باشرت رحلة البحث عن خليفته. وفي هذا الصدد تواصلت الفاف مع الناخب الوطني السابق وحيد حليلوزيتش، وعرضت عليه فكرة العودة من جديد لقيادة الخضر. كما أبرزت ذات المصادر بأن التقنية البوسنية طلب من الاتحادية الجزائرية لكرة القدم مهلة للتفكير، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن حليلوزيتش الذي يعتبر مطلبا جماهيريا لم يمنح بعد موافقته النهائية، ولكنه يوجد في أحسن رواق لخلافة بالماضي. للإشارة فإن المدرب البوسني أشرف على المنتخب الوطني ما بين 2011 إلى 2014، وقاد الخضر حينها لبلوغ الدور الثاني لمونديال البرازيل 2014 لأول مرة في تاريخ مشاركاتهم في المحفل العالمي. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.